عندي شوية فضفضة كده عن الطاقة المهدورة. في طاقة كتير بنهدرها واحنا مش واخدين بالنا، مش طاقة شغل ولا مجهود جسدي، لا، الطاقة اللي بتروح كل مرة وانت بتحاول تغير حاجة مش في ايدك ان هي تتغير. نقنع شخص مش عايز يتغير، نفسر نفسنا اللي مش عايز يفهم، نصلح وضع هو من اساسه اصلا مكسور وبايظ. الحقيقة ان في حاجات مش محتاجة حل، في حاجة محتاجة تسليم. مش لازم نفهم كل حاجة ولا نفسر كل تفصيلة، في حاجات لو سبتها هتمشي، بس لو فضلت ماسك فيها هتفضل تلف مكانها وتدوخك معاها. اوقات بتحس انك بتحارب في اتجاه غلط، كل تعبك بيروح في الهوا، تقول لنفسك يمكن انا اللي مش كفاية، يمكن انا اللي مش صح. بس لا، انت كفاية جدا على فكرة، بس يمكن الطريق ده مش بتاعك، يمكن ربنا مأجلها لوقت تاني، ويمكن الخير مش في اللي انت شايفه ولا اللي بتتمناه. الخير دايما في اللي ربنا كاتبهولك حتى لو انت مش فاهمه دلوقتي. التسليم مش انك تبقى ضعيف او تبقى عندك لا مبالاة، التسليم انك تقول انا عملت اللي عليا والباقي ده مش بتاعي، الامر لله. انك تبطل تقاوم وتسيب ربنا يدبر، او مثلا انك تتنفس كده بعد فترة كبيرة من التعب وتقول لنفسك كفاية، انا هسلم الموقف ده لله، خلاص انت مش قدامك حل تاني الا كده. او انت اصلا كل الفترة اللي فاتت انت بتسعى عشان توصل لكده. ساعتها هتحس براحة غريبة، مش لان الدنيا اتظبطت فجأة، لا، لانك انت اللي بطلت تحارب في حاجة مش بتاعتك. مش في ايدك انك تصلح ومش في ايدك انك تغير. في ناس مش هتفهمك مهما فسرت، وفي شغل مش هيتنظم مهما حاولت، وفي علاقات مهما كانت نيتك كويسة فيها هتفضل تاخد منك اكتر ما تديك. مش عيب انك تمشي، ومش عيب انك تسلم وتقول لا، مش بتاعتي، او مش المنطقة بتاعتي ومش معركتي. في سلام كبير بيجي لما تبطل تحاول تغير، في راحة بتدخل قلبك لما تقول انا هسيبها على حالها كده واكون انا كويس وبعيد عنها. اللي بتقبله زي ما هو بيبطل ياخد من طاقتك، بيبقى ساعتها تبدأ تشوف الدنيا بشكل تاني، تفهم ان الهدوء مش دايما معاه الركود، ولا الانتظار انك تبقى متأخر، ولا انك لما تبعد فتبقى انت كده خسرت. اوقات كتير ربنا بيبعدك عن حاجة عشان يحميك من وجع اكبر، وبيأجلك عن حاجة عشان تكون مستعد لوقتها. مفيش حاجة راحت منك، ولا في حد سابقك، ولا انت اتأخرت، كل حاجة ماشية في وقتها بالظبط زي ما ربنا كاتب. على فكرة انت عمرك ما هتعرف تقرر الخير فين، بس ربنا عارف دايما يختارهولك. اهم حاجة انت تؤمن بالتسليم التام. التسليم بيبدأ لما تبطل تسأل ليه، بيبدأ لما توقف الحرب اللي جواك، تسيب ربنا يدبرها بدل ما تديرها انت. ساعتها السلام بيجي لوحده، مش لان الظروف اتغيرت، بس لانك انت اللي اتغيرت، او تفكيرك هو اللي اتغير شوية. في كل مرة بتختار التسليم بدل المقاومة، ربنا بيعوضك بحاجة اهدى كده وانقى واعقل، بيبدلك راحة مكان التعب، وتبقى مطمن كده. والحلو انك بعد شوية تيجي تبص وراك، تشوف بقى كل الحاجات اللي كنت قلقان منها كانت مخوفاك، تقول لنفسك فعلا ربنا كان اعلم باللي انا مش شايفه دلوقتي. في الاخر التسليم مش درس انت هتذاكره، ولا لحظة هتجيلك فجأة كده هتخليك تفوق. هو رحلة كل يوم بتتعلم منها حاجة، كل مرة تحس انك خسرت هتبدأ انك تتعلم واحدة واحدة، وتكتشف انك كنت بتكسب نفسك. كل مرة تسلم بتقرب خطوة من السلام الداخلي. ساعتها لما حد يسألك انت ازاي بقيت هادي كده، او انت ازاي اتغيرت كده، قول انا بطلت اقاوم، انا بطلت احارب، بطلت ابرر، بطلت ادور على كل حاجة وكل سبب. اتعلمت ان اللي ليا هيجيلي وانا قاعد مكاني مهما لف، واللي مش ليا مهما لفيت ومسكت فيه هيفلت من ايدي. كل حاجة هتجيلك في وقتها، لا متقدمة ولا متأخرة. بس في اللحظة دي اعرف ان السلام الحقيقي مش في انك تغير اللي حواليك، السلام اللي بجد انك تبص لكل حاجة حواليك على وضعها، تقول من قلبك كده اللهم ارزقني التسليم والرضا، الله يرضيك. وشكرا.